وهنا زي ما اتفقنا خليك مع عبد الحميد، هيرجع لك القديم جديد، ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. طبعا ده تابلو مرسيدس، تمام. في ناس طبعا كلنا عارفين مرسيدس وكلنا عارفين ده ممكن يبقى موديل كام. ده موديل قديم، انا مش فاكر موديل كام تحديدا بس هو قديم جدا. خلينا نشوف مع بعض كده هنرجع التابلو ده ازاي. سامحوني طبعا قبل كل حاجة ان هنا الكلام هيبقى كتير شوية والفيديو طويل جدا، واللي بيحب شغلنا هيتفرج على الفيديو وهيستفيد. والكلام ده طبعا احنا بنعرضه عشان كل اخواتنا في كل دول العالم، تمام. اللي يشوف الشغل عشان ياخد فكرة. ده درج تابلو مقوص جدا برضه هنعدله. عمال يشرح كل حاجة عشان الفيديو ده مليان تفاصيل، مليان تفاصيل. خليك بقى معايا، انا كل ده بوريك علشان لما تجيلك حاجة سيئة او ضايعة جدا ما تيأس. اعرف ان بفضل الله كل حاجة ليها حل، مفيش حاجة اسمها ملهاش حل. وكل ما تشغل دماغك شوية ترتاح ايامك الجاية، تمام. كل ما تشغل دماغك شوية ترتاح ايامك الجاية. هنا كان في تقويصة في التابلو. لا طبعا التابلو ده الدواخل بتاعته حديد، مبني على حديد، وطبعا حديدنا مصدي ومتاكل ومفيش بقى لاين اصلا لا تحت ولا فوق. واللي بقى هتحل الكلام ده ازاي؟ والاول بيرسم اهو، وانتوا خليكم معايا لاخر الفيديو. هو طويل شويتين بس بفضل الله هنستفيد جدا منه، ونعرف ان مفيش حاجة اسمها ما تنفعش تتعمل، ومفيش يأس. لا تيأس، لا تيأس. الشغل ده يا جماعة محتاج صبر، محتاج طولة بال، محتاج تكنيك عالي في العمل، محتاج فكر عالي، محتاج ان انت تكون عندك اتقان قوي جدا. واهم حاجة في الموضوع ده كله الضمير، وانك تكون شغال بنية صافية اكنها حاجتك بالظبط. اي حاجة تشتغل فيها اكنها حاجتك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فطبعا النهاردة انت زي ما بتحب الحاجة لنفسك اشتغل في حاجة الناس بالظبط كده. وثق، خليك واثق مليون المية. ازرع تحصد، ازرع تحصد. اللي هتزرعه هتلاقيه. هنا احنا بنحط حاجة اسمها عازل حراري. ليه بقى التابلو هنا بيبقى فيه عازل حراري؟ احنا زي ما قلنا بناخد الموضوع من كذا زاوية. عازل حراري لان في حرارة بتطلع من تحت التابلو قوية جدا بتاعت المكنة. طبعا مهما كان في عوازل برضو هم بيعملوا العوازل في كله. يعني ناس كتير ما تعرفش التابلو جلد في فل ليه. ما ممكن يعملوا بلاستيك. طب ولو عملوا بيعملوا بلاستيك، ما في طابلين بلاستيك بس عامل عوازل داخلية كتير جدا، وبيبقى مكنة صغيرة. لكن غالبا مكن المرسيدس او البي ام يعني عامة بيكون مكن كبير وحرارته عالية جدا، فعاملين عوازل في العربية. وايضا التابلو لما بيتحط بيكون فيه عوازل برضو عشان درجات الحرارة العالية. طبعا احنا هنا برضو حاطين عوازل اهو، مش هنبني صب بس وخلاص، لا، عشان يبقى في درجة حرارة عالية، بالاضافة انه هياخد سوستة ويدي كده بسيطة. لان طبعا احنا زي ما بيقولوا كده حيينا اللي مفيش منه. يعني عملنا من الفسيخ شربات. وهنا كلمة الفسيخ شربات دي مش جملة، دي معنى. يعني احنا عايزين المعنى فين. هنا طبعا الامير، كمية الامير، يعني احنا مش بنعلن عن حاجة، احنا كمية الامير قد ايه. والامير طبعا كل الناس عارفة الامير اللي بتشتغل بايه. احنا هنا بقى كمامة ونضارة لان الموضوع هيبقى شكل الغاية. بصوا احنا بنينا قد ايه بقى. كل ده بنبني ونقعد نصب ونبني ونصب ونبني، وامير ورا بعضه بقى. طبعا امير بيمسك في الايد. كانت الناس الطيبين كلموني عن الجوانتي. الجوانتي يا جماعة ايا كان نوعه، لو حديد حتى هيمسك في الامير والمادة، مش هعرف ارسم زي ما انتوا بتشوفوا كده. الاضافة الاخرى ان هو لو انا لابس جوانتي قماش مثلا، الامير بيعدي منه او جلد الامير بيعدي منه، بروح لازق في ايدي جوه قبل ما اجي اخلع الجوانتي يكون سيح جلدي، تمام. وده جربته كتير يعني حتى من غير الفيديوهات، تمام. فهي فكرة الجوانتي مع الكلام ده مش ناجح لسه. ان شاء الله اشوف له حل باذن الله. حاول اشوف طريقة كده جديدة، اختراع من اختراعاتنا، وبامر ان نوصل لحل. هنا بقى هو بيبني، وبصوا كمية الصبر. يعني بصوا طريقة الصبر. اول هناخد اللاين العلوي وبعد كده هناخد اللاين السفلي. خليك معايا لاخر الفيديو وشوف احنا بنعمل ايه، وبامر من الله هيبسطكم وهتكونوا مبسوطين معايا. انا شقيت جدا 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 في الفيديو ده يا جماعة. وعلى الأقل يعني كل واحد منكم كلمة طيبة، والكلمة الطيبة ليك عليها حسنة.
فخليك معايا في الكلام الطيب، زي ما انا عمري ما بغلط في حد او عمري ما بقول لفظ في اي حاجة. نتمنى طبعا كل ده افيد الناس، تمام. انا بحيي كل الناس سواء معارض او مؤيد، انا ما عنديش مشكلة خالص في اللي يعارض، ده حقه هو يعارض براحته، دي وجهة نظر لوحده، ولكن مش وجهة نظر العالم كله. فده ما يزعلنيش، ده رأيه ويشرفني وينورني، وكفاية انه بيبص عليا حتى لو معترض، وانا بشكره ان هو اعترض. وبشكر الناس اللي بتحيينا جدا جدا طبعا، لان هو اعترض دي وجهة نظر، هو شايف كده فحقه يعترض، لان هو شايف كده وده اخره، هي دي ابعاده، يعني هي دي دماغه. فمش كون ان هو دماغه قليلة ولا صغيرة عن دماغنا شوية يبقى هو وحش، لا خالص. ربنا رزقه لحد هنا، فربنا ما رزقوش لسه حتة انه يبقى دماغه متفوقة جدا فبيخش يعترض. اللي بيقدر عليه بيعمله خلاص، لانه مش فاهم. فده ما تزعلش منه، اللي مش فاهم ما تزعلش منه. زي الطفل الصغير كده لما بيجي يغلط بيوقع شاشة تليفون، بيوقع شاشة بيت ويكسرها، ما حدش بيقول له حاجة، هيعمل له طفل ما يعرفش حاجة. فاللي ما يعرفش معلوش عتاب، العتاب على الناس اللي عارفة، الناس اللي عارفة بقى وفاهمة، ويقول لك اصل كذا واصل كذا، ده برضو يعترض، الله اعلم بنفسيته فيها ايه. ربنا يرزقنا الصحة ويرزقنا العافية ويرزقنا الصبر ويرزقنا الاحترام والادب والاخلاق، وربنا يا رب ينجي الجميع. وانا اسف جدا طبعا انا بطيل عليكم في الكلام، وزي ما قلنا اللي بيشوف الكلام كتير يجري اول فيديو واخر فيديو. طب اللي عايز يتفرج على الفيديو كله يتفرج من غير كلام، يكتم الصوت، يوطي الصوت، يلغي اللي هو عايز يلغيه، ياخد الجمل اللي تفيده ما ياخدش الباقي. انا كل كلامي شرح، انا عايز بس اقول للصناعيه اخواتي المحترمين ما تبصش لحاجه وتقول ما تنفعش. خطر جدا، خطر جدا ان انت تقول ما تنفعش، وان انت تقول ما تعرفش وانت في نفس المجال. يعني انت راجل اصلا بتاع طبالين مثلا، اصل الطابلو ده ما ينفعش، ليه ما ينفعش؟ ما انت بتاع طبالين، امال اوديه لمين؟ بتاع الاكسدامات. بصوا احنا هنا بندق بالشاكوش اهو جامد جدا عشان اتني الحديد، بصوا الخبطه قد ايه وقويه قد ايه، وبرضو ما بوظتش الماده. ده دليل على الماده انها قويه جدا جدا. لا تطقطق من حراره، هي ضد الحراره، لا تطقطق بقى من الشمس، ولا تفلق ولا تتكسر ولا الكلام ده كله. انتوا شايفين انا كنت بدق بالشاكوش عشان اعدل الصاج اللي تحت، عشان امشي اللاين بتاعي مظبوط. ومش كون ان الحاجه جايه لك بوضع تلحم على هذا الوضع، لا، لازم يكون انت عندك نظره فنيه، يعني شوف الصح فين انت اعمله، مالكش دعوه هي قدر متنيه قدر معوجه. يعني هو الراجل لما جاب لي الطابلو قال لي احنا عايزين نعمله، ملوش دعوه هو بقى وعايز يعمل الطابلو، ملوش دعوه دي معوجه، مش لازم يشرح لي كل حاجه، ما هو يشرح لي. امال انا سبت لي انا ايه يعني؟ هو يشرح لي ليه يعني؟ انا المعلم ويشرح لي ازاي يعني؟ فالنهارده انت خد الحاجه من الزبون وانت شوف كل الدفوهات اللي فيها واعملها. ما تسالش الزبون انت ما قلتليش كده، انا عملت لك الطابلو يا باشا اللي جوه ده انا ما اعرفش اعمله. ما تعرفش ايه؟ انت تعمل كل حاجه في الطابلو. انا عايز اعمل الطابلو انساه، يعني عايز انسى القصه كامله، فاهمني؟ فازاي احنا اجيب لك الحاجه واقعد اجرب؟ لا، انا عايز اخلص الجمله خالص. الراجل يجيب لك الطابلو ياخد يركب، مش ياخد يصلح، مش ياخد يركب قواعد، مش ياخد يربط. هنا بقى خلي بالكم ان كل لاين انا باخد له سياخ حديد عشان يبقى ده الحرف فيبقى قوي جدا. طبعا احيانا الصناعيه وهي داخله بتركب الطابلو فيتخبط منه هنا، يتعمل هنا، يروح مطقطق كله. لا طبعا لازم تعيد على شغلك، وشغلك يبقى محترم، والشغل يبقى سيفتي 100%. وكلمة سيفتي كان حد اعترض عليها قبل كده، انا قصدي سيفتي امان كامل، يعني الزبون ياخد منك الحاجة يبقى عملها رجع الجديدة. فاحنا زي ما اتفقنا احنا ما بنصلحش، احنا بنرجع القديم جديد. عايزين نشوف الطابلو ده بقى رجع جديد بجد ولا هو دي جملة بتتقال وخلاص. بشهادة الشهود طبعا كل حاجة بترجع جديدة، ولكن خليني اقول لك اتفرج على الطابلو. اما تتفرج هتعرف ان احنا مش بنهرج، بنطلع الشغل احلى حاجة وعلى اعلى جودة واحلى سيفتي وامان، نظافة كاملة، بعيد على كل حاجة. وخليك معايا لاخر الفيديو واتفرج. هنا حتى اي ديفو صغير لازم يتلحم ولازم يتحط مادة ولازم يبقى الشغل محترم. ما دمت بنضف كله، مش الشغل اللي هو جابوا لي مشرخ وجايبوا لي كله مدغدغ وحاجات كده مش موجودة وحتة مش موجودة خالص، واللي مطرب واللي رايح في داهيه كان مركون طابلو يعني رايح في داهيه عايز يخليه كده. لا طبعا الراجل عايز يرجعه جديد مش هيصلحه. الراجل مش جاي يصلح طابلو، جاي يرجعه جديد زي ما انت قلت. ان هنا احنا بقى هناخد اللاين اللي تحت، اللاين اللي تحت الشفه الرفيعه دي. ايه ده انت ما بتسيبش حاجه؟ لا ما بتسيبش حاجه،
طب وليه بناخد سيخ حديد؟ عصب بقى، مادتنا دي ما تقطمش، ما تتنيش، ما تتعوجش، ما تتكسرش. كل ده الامان الكامل في اللحام والحاجات اللي بتتعمل. فبأمر الله يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب يكون الشغل بتستفيدوا منه، يا رب افيد الناس كلها. وكل الناس طبعا زي ما اتفقنا، كل الناس جميلة وكل الناس احسن مني، وانا اتمنى تكون الناس احسن مني. انا بحيي كل الناس وبشكر كل الناس اللي بتتابعنا، وبشكر الناس على كلامها الجميل. وزي ما اتفقنا ان احنا لازم نستفيد من بعض، انتوا تستفيدوا مني معلومات وانا استفيد منكم دعوات، انتوا تستفيدوا مني معلومات وانا استفيد منكم دعوات. وربنا يا رب يصلح حال الجميع. بصوا انا الشفة وبرضو عايز الحراري وبرضو كل حاجة ليه عشان يبقى الدنيا كويسة وجيدة 100%. طيب بص بقى الشغل هنا، الشفة بتتعمل. خلي بالكم ان اللي فوق ده لما يجي يترسم صعب جدا، وفي موزة وفي جو محترم. الموزة دي وهي ماشية كده السوكة يعني، فلازم تطلع مظبوطة من عريض لضيق. هتشوف الشغل، هتشوف هنا بقى زي ما انتم شايفين، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. بعد كده نقلب التابلو وناخد جزء من تحت بعد ما نبني ونرسم، عشان لو حاجة محتاجة تتقوى تاني بنقويها. خلاف بقى ان احنا زي ما قلت في معجون مرن اللي بنمعجن بيه، والحباية قلنا بنقفل المسدس ونفتح المسدس. انا بشرح كل حاجة عشان الناس تستفيد. تقفل المسدس يعمل حباية، تفتح المسدس يعمل رش. تمام. وكل ما تقفل الهواء يطلع لك الحباية اتخن. تمام. فدي بمزاجك وبايدك. الموضوع هو فيلر، معرفش ناس كتير بتسألني على المواد. هو المواد بتتعمل من فيلر والبوهية، والحباية دي بتتبني بالمسدس عن طريق الفيلر. في من الفيلر ده تقيل وخفيف، ينفع تشتغل من التقيلة لو الحاجة موديل قديم، وينفع تشتغل من الخفيفة لو الحاجة موديل جديد. وفي كل الأحوال الاتنين هيعملوا حباية ناعمة وحباية خشنة زي ما انتم شايفين كده. خليكم معايا لآخر الفيديو وشوفوا الشغل وشوفوا احنا هنعمل ايه. ان احنا بنقفل كل حاجة، منخليش حاجة. لسه بقى هنفتح بالصاروخ مكان التشوقات زي ما انتم عارفين، عشان بنجيب التريح الكامل. خليك معايا لآخر الفيديو كده واتفرج وشوف احنا واصلين لايه. طبعا احنا بنفك كل حاجة، دي مفكوكة مكسرة 100 حتة، تحتها سماعة بايظة هرنيها. السماعة دي نبقى نجيب غيرها جديدة بقى ولا حاجة. بس بوري حضراتكم ان انا ما بسيبش حاجة وراها ثغرات، علشان بحيث ان احنا اي ديفو ما بنسيبوش ورانا. نفك الهوايات من مكانها. تمام. سوست بقى وحركات وكل حاجة في السوست في الهوايات بنفكها عشان يبقى الشغل كله محترم. كل ده بيتغسل وبيتنضف وبيتلمع وبيركب على نضيف وشغل. يعني الشغل بيبقى محتاج شغل. خليك معايا لاخر الفيديو هتنبسط. اللي بيحب التفاصيل يتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده انا من وجهة نظري انا ابدعت فيه جدا وتعبت فيه جدا عشان اطلع الفيديو ده، ومساحة طويلة جدا وواخد وقت معايا طويل جدا في منتجة بقى وفي كلام وفي طريقة اللحام وفي طريقة الرش وكل حاجة. الفيديو ده خد حقه جامد جدا. عشان كده اتمنى كل اخواتي يتفرجوا عليه وينبسطوا ان شاء الله. يا رب اكون ببسطكم وما اكونش بضايق حد، وانا اسف لو بضايق حد، سامحوني معلش. انا مش ببقى قاصد اضايق حد خالص والله. كل اللي انا قصده ان انا اشوف الناس في خطوات احسن واقوى، وان كل الناس تستفيد من كل الفيديوهات، وما يكونش المحتوى بتاعنا او الشيء اللي بنقدمه ما يكونش شيء ضعيف، يكون شيء قوي والناس بتستفيد منه ان شاء الله. وزي ما اتفقنا احنا لسه ان شاء الله نعمل لكم هنا. احنا بنفتح مكان الشرخ عشان تجيب التريح، عشان مش بعد ما تلحم يريح تاني، يشقق اكتر يعني تاني. تمام. بص انا ببوظ اهو، انت تشوف تقول بيبوظ، انا مش ببوظ، انا برجع كل حاجه جديده بفضل الله، بس بشيل التريح ده خالص اللي هو زي السرطانه كده. تمام. ان شاء الله هنعمل زي مدارس تعليميه كده للكلام ده، ونوصل ده المدارس الصنايع وننزله في كتب بعد كده والناس تستفيد منه، وازاي ترجع القديم جديد، وازاي تعمل اعادة تدوير للحاجة، وازاي تستفيد، وازاي مش كل حاجة تبوظ عندنا في البيت او في اي حتة تشيل ارمي شيل ارمي شيل ارمي. المستهلك اكتر من ان احنا نستفيد منه. يعني انا حد جايب حاجة صيني بيستفيد منها شهرين 3 اتكسرت يرميها وانت ما عندكش اي فكر.
فلازم يكون عندنا اعادة تدوير للحاجة وانها ترجع جديدة واقوى من الماتيريال اللي هي شغال عليه. خليكم معايا لاخر الفيديو وهتشوفوا الشغل عامل ازاي ان شاء الله. هنا بقى احنا بنملى التشققات تاني اهو عشان نجلخها بعد كده، وبعد كده نشتغل كله وهوريكم الشغل هيطلع ازاي بفضل الله. بصوا هنا الشقة قد ايه بقى. زي ما انتم شايفين كده احنا بنملى التشققات، ولازم تاخد امير تحت المادة او اي مادة انت تشتغل بيها، تملى الامير تحت وبعد كده حط عليه المادة، وبعد كده تحط مادة وبعد كده تحط فوقها امير، وبعد كده تحط مادة وبعد كده تحط امير عشان تبقى مظبوبة صب، اللي هو ما يبقاش الحاجة تشقق او يبقى فيه فراغات او الكلام من ده كله، يبقى الشغل معمول 10/10. قلنا البدائل للمادة عشان الناس ما تقعدش تكلمني عن المادة. البدائل للمادة برادة حديد، بودرة تيل، برادة نحاس، فل ابيض، اسمنت، اللهم صل على سيدنا محمد، طفي سجاير، اي حاجة معرضة لدرجات الحرارة القوية هي بدائل للمادة. ده للناس البعيدة، والناس القريبة اللي عايز يجي ياخد، والناس اللي بتعمل شوية لعربيته مثلا وبيلحم حاجة في بيته او في عربيته يجي ياخد شوية هدية. محدش ليه عندي اكتر من كده عشان ما يكلمنيش عن المادة خالص. والمادة انا مش عايز ازيع عنها لان المادة مكلفة جدا، ومش عايز اقول للناس معمولة من ايه وبعدين يرجع يقول لك انت بتضحك علينا كل دي فلوس عشان اعمل المادة فبنقص. انا ما بتكلمش عنها اصلا. تمام، خلينا بقى في المهم. وزي ما انتم شايفين احنا هنا ما بنسيبش حاجه اهو. ده وش السماعه لحمناه وسيخناه سياخ وكل حاجه علشان ما يبقاش شغل عشوائي، لازم يبقى برضه دي لحام وعليها رباط وضغط، فما تطلعش ما تساوينش بحاجه. اصغر حاجه هي اهم حاجه، يعني ما تقولش مثلا دي وش سماعه ده مسمارين وخلاص، لا لا لا، انا بهتم بادق التفاصيل. ادق التفاصيل ده هو اساس النجاح، وليس ان النجاح ان انت تقوم لاحم يلا عملت يا الله جميله، لا، هو ده اسمه شغل عشوائي وتلصيم. يجي يربط مسمار تروح طاقه، يجي ياكل مطبين تروح طاقه، يبقى انت عملت ايه؟ اصلها ملحومه، اصلها متصلحه. والناس يا عيني يبقى عندها فكره عن المتصلح انه ده متصلح يا عم مش هتبقى حلوه، كده كده هتبوظ، يعني في الاخر هتبوظ. فمش حلو الكلام ده، ده كلام مش حلو. كلام الحلو الاتقان في العمل، وان تعمل الحاجه كأنك بتعملها لنفسك، واعملها كمان خيالك للابد. يعني مالكش دعوه بنظام الصناعه، ولكن خيالك للابد. بص انا بقى اهي بتلب اهي ولا تتكسر ولا الكلام من ده كله. هنا الدرج معوج اهو زي ما انتم شايفين، قالب المفروض اسخنه واعدل اللاين ده شويه عشان اخليه عدل. بصوا لافف ازاي. فطبعا لما بنيجي نقفله احنا مش هنجيبه 100% بس يعني 70% 80%، ولكن ما يبقاش بالشكل اللي كان عليه. احنا هنا بنسخن اهو. انا قصدي حضراتكم ان احنا ما بنسيبش حاجه لما نعملها، فاهمين؟ عشان ما حدش بس يقول لك ان احنا في حاجه بتعدي علينا. وما قاليش الراجل الدرج لافف انا عايز اعدله، ما قالش. ومش لازم صاحب العربيه يقول لك كل حاجه او صاحب القطعه يقول لك كل حاجه. انت الصح اعمله، مالكش دعوه. ما تسالش حد، عمر ما حد يقول لك انت عملت الصح ليه، انما ناس هتقول لك انت عملت الغلط ليه، ناس هتقول لك انت ما عملتش دي ليه. تمام. بصوا بقى الطريقه، وده بقوله لكل اخواتي عشان كل اخواتي تستفيد. يعني انا عايز افاده لكل الناس، كل الناس اما تستفيد ان شاء الله الخير هيزيد. لما كل الناس هتستفيد الخير بيزيد. تقلقش، لا ينقص مال من صدقه وما توفيق الا بالله ومن عمل خير فلنفسه. محدش بيعمل خير لحد. يعني انا مش بساعدك، انا بساعد نفسي. طب وانت اللي انت بتقعد تقوله لنا ده كله وتشرح لنا، انا بشرح لنفسي. يعني اما اعمل خير عشان كده ومن عمل خير فلنفسه. انت هتعمل خير هتلاقي اللي يعمل لك خير في حاجه تانية، مش لازم في الطبالين وفي العربيات والكلام ده. ممكن يكون انت في مستشفى، ممكن يكون ماشي في طريق، ممكن واحد شال خشبه انت كنت هتعدي عليها بالعربيه تتقلب، هو شالها، ربنا سخره وشيلها. فيعني ما تستهونش بحاجه، ازرع تحصد. بصوا هنا يا جماعه بقى واحنا بنرسم، احنا بنرسم اهو. بصوا بقى طريقه الرسم، ولسه هنعمل لاين فوق هوريكم الشغل. هيبقى الحته دي دقيقه جدا، وتقريبا هي دي الفيديوهايه، يعني هي دي الحته القويه في الفيديو.
يعني لما خدت السيكونس ده لوحده كان حاجه قويه جدا. تمام. ودي من اهم الاشياء. هنا بقى ان احنا هنا بنرسم اللاين. خليكم معايا بقى احنا بنرسم اللاين كده، وشوفوا طريقه بقى ازاي ان احنا هنرسم، وازاي ان احنا هنطلع السوكه كما قال الكتاب، والدوران كل حاجه، الشفه العلويه والسفليه دي لازم تتظبط، ولازم تكون على اعلى مستوى واعلى جوده. وزي ما انتم شايفين بصوا الرسم هنا بقى، بصوا الطريقه، بصوا هنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زي ما يكون انت راسم بليزر. خليك معايا في الاخر بقى، واحنا ده شغل الهاند ميت المتعب بقى اللي احنا بنقول عليه. زي ما انتم شايفين كده بصوا هنا بقى ايه اللاين لازم تاخد بالك منه كويس قوي وترسمه. بص انا برسم هنا ازاي، كانش فيه لاين، احنا هنا بنرسم وهنعمل الدورانات وهنعمل كل حاجه في اللاين تخصه، وماشيين بالراحه واحده واحده، وكل حاجه هتطلع زي ما انتوا عايزين واحلى شويه بفضل الله. خليك معايا لاخر الفيديو، ورأيكم يهمنا، وهو المهم رأيكم. وانا عايز اقول ان الفيديو انا اسف ان هو طويل، بس والله لازم كنت اشرحه كله علشان الناس تستفيد بكل حاجه. اتفقنا؟ بصوا يا جماعه الفيديو، بصوا احنا هنا بنعمل ايه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، طبعا الدخانه طالعه وانا لابس كمامه ولابس بتاع، بس بتعدي برضو قويه جدا قويه جدا غير طبيعيه. ده الدخان ده بيجري الشارع كله، لانه دخانه غريب، الماده دي مع الامير دخانها غريب. ولكن زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هنرسم اهو ده الرسمه. تمام. بالنسبه للفن والراكور بقى ده كان مهم جدا. الراكور اللي هو انت تبقى لابس اللبس هو طبعا الطابلو ده بيخلص في 3 ايام، فانا في ال3 ايام دول بغير لبس طبعا. فده في لغه التصوير مش صح، لان الطبيعي يبقى الراكور اللبس بتاعك اللي هو اللي انت لابسه. طبعا ده في لغه السينما والتصوير والكلام ده، بس انا بشرح لكم يعني عشان ممكن الناس تشوفك بلبس هنا وبعدين لبس تاني، يبقى عارفين احنا بنعمل ايه. تمام. وبنشرح كل حاجه. هنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، هنا بقى بنرسم الشفه الخلفيه اللي ما كانش فيه شفه اصلا، كانت مقلوبه ومتنيه وشغل بقى اللي هو ايه يعني رايح. فهنا زي ما انتم شايفين، فهنا بقى يا جماعه بنرسم كل حاجه موجوده احنا اشتغلناها بنجلخها ونرجعها جديده زي ما انتم شايفين. اتفقنا؟ والشغل بيطلع بالشكل الجميل ده. تعالوا خليكم معايا لشكل التابلو في الاخر هيكون ايه. بأمر من الله نوصل للمراحل الجيدة، الحاجات الكويسة من الأفكار ومن الاختراعات والأشياء الكويسة، إن احنا ازاي لو حاجة ملهاش بديل نعمل لها بديل، لو حاجة ما بتتحلش تتحل إن شاء الله. وزي ما اتفقنا طول ما احنا موجودين مفيش حاجة اسمها عربيتك قديمة وعربيتك راحت عليها وملهاش قطع غيار. كل حاجة لها بديل، وكل حاجة لها فكر، وكل حاجة لها دماغ. وزي ما انتم شايفين ان احنا ازاي نوصل لحل المشاكل. تمام. بصوا اللاين اترسم ازاي ما شاء الله. بصوا كده الجنب التاني، بصوا الجنب التاني اهو زيه، والجنب ده زيه اهو. تمام. استنوا معايا وشوفوا بقية الفيديو. هنا بعد ما خدنا بقى البطانة وكل سوكة رجعت في مكانها، طبعا انا شرحت لكم الحباية ازاي عشان ما حدش يقعد يسألني على الحباية. شايفين البطانة، شايفين الجو، شايفين السوكة والشفة هنا، واحنا بنرش بقى. والرش بيكون تعفير حباية في حباية في حباية عشان ناخد الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. ببصوا على الشغل هتعرفوني انا بطلع الشغل ازاي. تمام. ما شاء الله الشغل زي ما انتوا شايفين. شفتوا الحباية وشفتوا احنا طلعنا الحباية ازاي. هنا برضو الحباية في الاسود، مهم قوي يكون الاسود ده في حباية، حتى الاسود نفسه عشان الشغل يطلع مظبوط 100%. بصوا لنا التابلو بقى ما شاء الله بعد ما خلص. لسه بقى اوريكم الاكسسوار واحنا بنركبه بتاعه، الهوايات والدرج والحاجات ديت. خليك معايا لاخر الفيديو وشوف احنا بنعمل ايه، وشوف الشكل هيطلع عامل ازاي، والحاجات الجميله اخبارها ايه. شوفونا احنا بنشتغل ازاي وبنتعب ازاي، بس بطلع الشغلانه زي الفل. وكمان احب اضيف معلومه للناس، ما يفتكروش ان احنا
شغل الهاند ميد اصعب من الصنعه 100 مره، ودي مش صنعه والله. لو صنعه كنت جبت صناعيه اشتغلت معايا، بس للاسف الناس فاكره ان دي صنعه. دي مش صنعه خالص، دي مواهب. انا بحاول اضيف لاصحابي ولاخواتي ولكل الناس الصناعيه ان ازاي نعمل او نوصل للمرحله الجيده من الشغل العالي اللي على جوده عاليه. ليه؟ انت كل حاجه بره اعلى منك، اعلى منك، مفيش حد اعلى منك ان شاء الله، كلنا واحد، كل اللي ربنا خلقنا واحد. بس هي في شغل دماغك شويه ترتاح ايامك اللي جايه، ولازم تكون قد المسؤوليه. الموضوع مش في العربيه، الموضوع في دماغك توصلك لايامك اللي جايه. خليك بقى زي ما انت مفكر كده، وبص معايا هنا. احنا بنرش دي جوه وبره. طب ليه جوه يا استاذ؟ ما هو كده كده مش هتبان. مفيش حاجه اسمها مش هتبان، في حاجه اسمها الصح يتعمل داخلي او خارجي، والنضيف نضيف في كل حاجه، والاتقان موجود في كل حاجه. خليني اقول لك بقى ان هنا احنا طلعنا التابلو بالمنظر ده. انت شفته في الاول، مش هتستلمه من الزبون وما ينفعش، مفيش حاجه اسمها ما تنفعش. هنا زي ما انتم شايفين، استنى معايا، شوفوا انا بقفل الفيديو، بقفل التابلو، وشوف انا بعمل الشغل ازاي. هنا في تراب طبعا، ما بركبش حاجه على وضعها، لازم تتغسل ولازم تتنضف. وده اللي انا بغسل فيه ده كلور، وعليه حته البريل، ولازم نسب وتناسب عشان الكلور ده بيكون عالي جدا. طبعا احنا هنا بعد ما غسلنا وبالطريقه اللي انتم شايفينها، بس طبعا بنطهر الحاجه وبادق التفاصيل. كل حاجه لازم تتغسل، كل حاجه لازم ترجع عليها، ومش لازم الزبون يقول لي انا عايز الحاجه مغسوله ونضيفه. يا حبيبي انت بتعمل لنفسك. الزبون لما يشوفك انت بتعمل ده، هو هيجي لك لوحده، وهيجيب لك صاحبه، وهيجيب لك قريبه، وبتعمل اعلان لنفسك من غير حاجه. فانا مش بعمل ده برضو علشان انتوا تجيبوا لي الشغل، لا، انا بعلم عشان كل الناس تستفيد، عشان محدش يعطل على شيء. انا مش بقول لك تعالى لي، انت كده كده بعيد قريب، انت غالي، فانا بعرفك احنا هنوصل لايه. المهم ان انا اضيف المعلومه الصحيحه، ويا ريت كلنا نفيد بعض. مش عارف، كان احد الناس سالته على حاجه برضو، قال لي لا لا دي سر المهنه. سر مهنه مين يا عم؟ الله يكرمك، كما تعلمت علم. مفيش حاجه اسمها سر مهنه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت وما توفيق إلا بالله، ولله كل شيء كن فيكون. بصوا يا جماعة، هنا ده النيكل. على فكرة وارد أركبه زي ما هو، لا أنا صنفره، ودي صنفرة ناعمة جدا علشان ده ألمونيا، والألمونيا دي لما تصنفرها صنفرة ناعمة جدا. جبت الحتة دي من كان زمان، كنت بشوف دعك المواعين الألمونيا بالسلك المواعين، فما بيخربش ولا حاجة، ده بيلمع. فهنا احنا ممكن تلمع بسلك مواعين النواكل اللي هي الألمونيا مش الاستانلس، بعيد تاني. وممكن تعمل بصنفرة ناعمة وترجع كل حاجة كما كانت. بص الشغل، وأهم من الشغل ضبط الشغل. تعالوا نشوف مع بعض. ودايما زي ما بقول لكم، زي ما بوعدكم، كل حاجة بتتعمل. بص حتى المسمار ما ينفعش أركبه خلاص، لازم أصنفره، لأنه كان عليه صدى من طابلوه طبعا، الحالة اللي انتوا شفتوها. وبعد ما يتنضف كويس جدا لازم يتعفر علشان برضو يبقى شكله حلو، ما يبقاش بنعمل كل حاجة. انا بس بوري لحضراتكم ان احنا على ادق التفاصيل. اوعى تستهون بحاجة، هي اقل حاجة هي اكبر حاجة، هي اهم حاجة. زي ما اتفقنا قبل كده، انت جاي من اقل حاجة وبقيت اكبر حاجة، فخد بالك من حتة القليل، هو اللي بيوصلك للكتير. زي ما بيقولوا السمك الصغير هو اللي بيجيب السمك الكبير، مع العلم ان السمكة صغيرة. خلينا بقى اقول لكم في الشغل. هنا احنا بنركب وشاش الزراير، هنا هنلمع الكلام ده كله. هنا تعالوا نشوف بالراحة واحدة واحدة. شوفوا احنا بنتعامل مع التابلو او بنتعامل مع الفك والتركيب بطريقة محترفة وسنس، بالراحة كده. كنش انت تتعامل بطريقة العافية او يلا يلا عشان تمشي. هنا بقى زي ما انتم شايفين احنا ركبنا الزراير، وهنركب الزراير الجنب التاني. خليك معايا لاخر الفيديو وشوف انا هعمل ايه. هنا انا بعلم الصنايعي الصبر. زي ما قلنا احنا قناتنا قد يكون قناة تعليمية، وليس انها عشان بيع وشراء ايضا، وليس انها علشان ان انت تجيب لي شغل، او هي دي بتاعت شغل. انا راجل بتاع قطع غيار بي ام، وبضيف للناس المعلومات دي. وكنت المخترع المصري على التيك توك، احنا على الفيسبوك بمرز عبد زهير، وعلى التيك توك المخترع المصري، على كويل المخترع المصري، على اليوتيوب المخترع المصري، وكل حاجه شرحها بالتفصيل. ده لميع يا جماعه. وتعالوا بقى احنا نشوف هنعمل ايه باللميع ده. اللميع ده احنا هنلمع الحاجات الصغيره اللي هي ادق التفاصيل. يا عم انت مالك يا عم، يلا. فواحد يجي يقول لي ما فكتش الوحده دي ليه بره، غسلتها زي بقيه الحاجات التانيه. لا يا جماعه والله انا جيت افكها ما رضيتش تفك تماما. الزرار اللي في النص ده عشان تراث قديم، فانا ما رضيتش يعني تعافيت عليه اكتر من مره، ما رضيتش يفك. فعشان ما يبصي فسبته.
لكن والله انا ما بسيبش حاجه كده، لازم اطلعها وانضف تحتيها وانضفها هي شخصيا وارشها واعمل النواكل. بص انا شلت الزراير تاني بعد ما ركبتها وبعمل النواكل. ده دليل على الاتقان في العمل. مش يلا يلا خلصنا يلا يا عم بقى، ده طول معانا الطابلو ده قوي. لا لا، ما تبصش للفلوس، بص لرضا النفوس. ازاي تراضي الانسان اللي قدامك ويطلع من عندك مبسوط. الفلوس دي اسهل حاجه، اهم حاجه تبقى انت عارف بتعمل ايه. بصوا يا جماعه، دي سفنجه ورحت حاططها على المفك ورحت لازقها عشان المع الحاجات الصغيره زي ما انتم شايفين. بصوا هنا التراب اهو، يعني بعد ما غسلت برضو فيه تاثير تجيير عشان حاجه مركونه من زمان مهما كان بتغسل فيها يعني. فهنا لمعت بقى وشلت التجيير ده وشلت التراب وشلت الحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين. ان اهم حاجه اهم من الشغل ظبط الشغل، ده مهم جدا. هتيجي بقى تقولي يلا مشي حالك، لا، الكلام ده تنساه خالص. خلينا في الجديد زي ما قلنا ان احنا ما بنصلحش، احنا بنرجع القديم جديد. خليك معايا لاخر الفيديو، شوف حلاوه التابلو بعد ما يتقفل بقى طبعا، والدرج ونعمل لسان للدرج كان جاي من غير لسان. بصوا ان احنا بنلمع كل حاجه، موضوع بسيط خالص. هو بين الصح والغلط 5 دقايق فرق. هنا المسامير بعد ما رشناه ونضفناه وصنفرناه زي ما انتم شايفين، احنا هنبتدي يربط المسمار في مكانه نضيف وعلى شكل كويس. ما يبقاش انت بقى ايه مبوظ الطبخه على بشيل الملح زي ما بيقولوا. فخليك مركز في شغلك كويس جدا، وخليك التفاصيل هي اهم شيء، اصغر حاجه هي اللي بتبين الشغل. خليك مركز على النظافه والنزاهه. النزيه بيبان عليه نزيه في كل حاجه، فانت مش نزيه في شغلك بس. خليني اقول لكم، احنا نجرب نركب الدرج ليه طريقه تركيب معينه، عشان طبعا ده كان لسه زمان ما فيش تطور برضو. بعدين شغل زمان ده ما شاء الله عليه يعني حاجات عافيه جدا جدا. شوف بقاله كام سنه ولسه عايش. واحنا قلنا يموت ازاي؟ بدل ما يموت تعالوا نحييه، تعالوا نعالجه. عالجناه ورجع جديد كما كان. هنا احنا بنركب بقى، بنعدل الحديده اللي احنا تنيناها سنه عشان نعرف نخش تمام. وبنراجع على كل حاجه، ما بنسيبش حاجه الزبون يراجع عليها بعد كده، او ما بلصمش ويلا بينا هو يشوف بقى انا مش عملت لك الطابلوه يا باشا، مالي انا بتركيب الدرج ومالي مفيش حاجه اسمها كده. خليك مركز ازاي تعمل الشغل مظبوط وعلى اعلى جوده. عشان كنت اتكلمت في حته اللي هي اللهم صل على النبي السيفتي، وقال لك يعني ايه سيفتي؟ انت معلق بالكلمه دي كتير قوي كده ليه؟ فكلمة سيفتي يعني امان كلنا عارفينها، وكلمة امان يعني ان انت عامل الحاجة صح جدا، فانت مطمن الزبون ومطمن. خلينا بقى احنا هنا هنعمل الكليبس ده عشان هنا مفيش قفل درج اصلا. وطبعا عشان حد يقول لي قطع غيار، ملوش قطع غيار. وخليكم فاكرين انا ما بشتغلش غير في حاجتين، يا مفيش تماما يا غالية جدا جدا جدا. عشان ما حدش يجي يقول لي دي في منها جديد، دي في منها مستعمل، دي ممكن تشتريها. الكلام ده مش عايزينه خالص. احنا مش محتاجين من حد تجويد. احنا التجويد عندنا، احنا مش بنجود، احنا بنقول لك ازاي تعود على الصح والمظبوط. كلامنا بقى ملوش حدود لان المشروط محطوط. احنا بنتكلم ازاي نقول الجمل وازاي الكلام يكون في مكانه. مش شغالين هنا لا يا استاذ انت ايه اللي يخليك تعمله؟ ما تجيب لك واحد غيره وخلاص. يا عم اجيب غير مين؟ واحنا لو عارفين نجيب غيره ما كناش عملناه اصلا. ده عمايله متعبه جدا جدا. بس احنا بدل ما نقول مفيش ونخسر عربيتنا وعربيتنا ما يكونش ليها بدائل تاني، لا احنا طالما انا موجود عربيتك زي ما هي جديده في جديده، واي حاجه فيها ان شاء الله ترجع جديده. خليك معايا للاخر هتعرف ان انا بعمل لك الشغل الفاخر. تعال بقى نشوف ايه الشغل الفاخر ده ونتفرج على التابلو اخباره ايه وطلع صح ولا غلط، وهل الراجل ده بيقول كلامه خلاص ولا ده حقيقي. واتمنى كل الناس تكون استفادت من كلامنا واستفادت من الفيديو. وان شاء الله سامحوني لو الفيديو طويل شويه او الكلام كتير شويه. وزي ما اتفقنا، مش عاجبك جري، مش عاجبك اكتم الصوت، مش عاجبك اول واخر، مش عاجبك ما تتفرجش خالص. المهم ان انت في كل الاحوال نورتنا. وتحياتي للجميع سواء معترض او معارض او مؤيد، تحياتي لكل الناس. وشرف لينا ان كل الناس تبص علينا، حتى لو معترض وبص علينا كتر خيره، حلو ان هو بص. فبشكر كل الناس وتحياتي للجميع. وبص معايا في الفيديو كده اتفرج، هتعرف ان انا مش بهرج. الشغل طلع زي ما انتم شايفين. تقولوا لنا رايكم، ورايكم يهمنا، وبأمر الله نوصل للمرحلة الجيدة واللي جاية أحلى وأقوى. ودايما عندنا الجديد. خليك مع عبد الحميد، هرجع لك القديم جديد. استنونا في فيديو جديد، فكرة جديدة وحل مشكلة جديدة. وقولوا لنا رأيكم واللي جاية أقوى وأحسن. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، كل حاجة في مكانها والسوكة رجعت زي الفل تمام. أنا عمال أوريكم السوكة بس أخبارها إيه، هي زي التانية ولا لأ.
زي ما انتم شايفين اهو، كل حاجة ما شاء الله، اذا كان داخلية خارجية علوية سفلية، كل حاجة راجعة على اعلى جودة. وزي ما انتم شايفين طبعا هي الاضاءة لعبة معانا، لكن التابلو مسطرة، التابلو مسطرة ما شاء الله. وبشهادة الشهود طبعا زي ما اتفقنا، استنونا في فيديو جديد وفكرة جديدة وحل مشكلة جديدة، تقولوا لنا رأيكم. تحياتي للجميع وإلى اللقاء.